السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير عملانا الكرام. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، هو امتى ان انا اعرف ان رمان البلي بتاع غسالتي بايظ، وازاي ان انا اتلاشى مشكله ان انا اقدر ابوظ مشكله كبيره او ابوظ الاكس بتاع الغساله. بمعنى صح، لو رمان البلي انا سبته فتره كبيره بايظ، رمان البلي بدل ما هو بيلف جزء داخلي وجزء خارجي والبلي في النص، للاسف الصدى بيخلي البليه كلها تلف كقطعه واحده، وبالتالي بالطريقه دي بتنحر الاكس. طب انا امتى اعرف ان رمان البلي بتاع غسالتي بايظ؟ وامتى اقدر احدد ان كان الفني اللي قدام مني ده بيكلمني ان الاكس بايظ او سليم؟ بصوا كده معايا، دي حله رمان البلي بتاعها بايظ، وللاسف العميل سابها فتره لغايه ان الاكس نفسه اتاكل. طب امتى اقول ان الاكس اتاكل؟ لو احنا شايفين كده اهو، بصوا هنا كده في درجه، يعني الجزئيه دي هنا عاليه والجزئيه دي واطيه. الدرجه دي او الجزئيه دي هنا رمانه البلي بتشتغل على الجزئيه دي، والجزئيه النحاس دي هنا ده الألسي اللي بيمنع، مكان الألسي اللي بيمنع خروج الميه من جزء من هنا من جوه الحله لبره على البلي. يبقى هنا عندي مكان بليه وهنا الألسي وهنا مكان بلي. انا بفهمك النقطه دي ليه؟ عشان تعرف امتى تقول ان الاكس ده بايظ وامتى نقول الاكس ده سليم. يعني مثلا هنا رمانه البلي هنا صوتها عالي، والعميل فضل سابها شغاله فتره كبيره، وده مكان ده الألسي، ده الألسي الكاوتش اللي بيشتغل على الجلبه النحاس، وجوه رمانه البلي، وفي هنا رمانه بلي تانيه الناحيه التانيه. امتى نقول ان البلي هنا بايظ؟ بص هنا شايفين العميل لما ساب الغساله فتره كبيره بايظه، البلي بتاعها بايظ. بصوا للاسف اثر على الحله شرخت هنا اهو، تمام. وفي الوقت نفسه البلي هنا دي ما بقتش تلف بحريه، ادي شايفين زي ما هي دائره كده اهو. وطبعا الميه بالصدى نزلت على الموتور بعد ما الاكس نفسه اتاك. في الحاله دي للاسف يعني اوقات كتيره قوي بيحصل الموتور بيتحرق، او روزيتة الموتور بتتحرق وبيطلع نار من الكهرباء. للاسف ساعات بتمسك في الحله وبتمسك في الغساله بالكامل، وبتبقى المشكله كبرت. كل ده بسبب ايه؟ ان انا ما خدتش بالي من الاول ان البلي باظ او صوت البلي عالي، او انا تجاهلت الموضوع. فبالتالي الاكس لما باظ او البلي لما باظ خلى الاكس ينحر في اللحميه الحديد بتاعته واتاكل. طبعا الحل للمشكله دي ايه؟ دلوقتي في الحاله دي انا محتاج ان انا اغير اكس واغير بليتين واغير ألسي، بخلاف ان على الوضع اللي احنا فيه دوت او الحله بالمنظر اللي هي مشروخ ده بتحتاج ان الحله كده تتغير. يبقى كل دوت لو العميل خد باله من الاول خالص ان البلي او صوت غسالته عالي ووقف الغساله، هيتلاشى المشاكل دي كلها. تيجي احنا هنا بقى، لو احنا خدنا بالنا، ادي هنا مثلا اكس، ده اكس اصلي زانوسي اصلي، تمام زي ما انتم شايفين. بص هنا الاكس هنا عامل ازاي، الفرق ما بين القديم والجديد. هنا الاكس كل دي حته واحده، مقاس واحد، المسافه دي كلها كده مقاس واحد، تمام زي ما انتم شايفين. هنا اهو القديم هنا التاكل اهو، في جزئيه متاكله منحوره. هنا بقى لو انا عملت غيرت البلي على الوضع ده، مهما حطيت بلي نضيف جدا وألسي نضيف جدا، عمره ما هيكمل في الغساله شهرين ثلاثه وهيبوظ تاني. ليه؟ لان الاكس ده طالع نازل جوه البليه، وبالتالي بيوسع الألسي، وبالتالي بيعدي ميه على البلي الجديد، ولازم البلي الجديد هيصدي لان في حاجه بلي شغال في ميه، هيحصل ايه؟ لازم هيصدي. فالشغل الصح اللي لازم يتعمل ده، لو ما كانتش الحاله دي باظت هيتغير الاكس ويتغير البلي. طب لو انا لحقت المشكله دي من الاول، القصه كلها بتبقى ايه؟ تغيير بلي بس. طب دلوقتي انا غسلت في البيت موجوده ومش عارف البلي بتاعها بايظ ولا سليم، مش عارف الاكس بايظ ولا سليم. بصوا كده معايا، انا هركب دي تاني اهي مكانها. كل اللي انا بطلبه من حضرتك ان انت، طبعا الغساله دي بتبقى متقفل النص ده فوق، ان انت لف لي الحله كده اهو جامد. سامعين كده صوت البلي واضح جدا ان البلي بايظ، والحله فيها رفه جامده اهي زي ما انتم شايفين، تمام. افتح لي باب الغساله ولف الحله لفه جامده كده بايدك، وانت بتلفها كام لفه بايدك بالطريقه دي، وابعت لي الفيديو، انا هقول لك ده صوت البلي كده تمام ولا في مشكله. دي حاجه. طيب ده كده انا بسمع صوت رمان البلي بالوضع ده. طيب لو انا عايز اعرف الاكس فيه مشكله ولا لا، لو انا مسكت الحله كده تمام وعملت ايدي كده اهو، شايفين البوش ده كده؟ البوش ده بيقول ان كده الاكس ده، الاكس والبلي منتهين. البوش ده كل ما البوش ده كان قليل قوي، كل ما نقول ان الاكس كده كويس. البوش ده بيزيد قوي، يبقى كده الاكس للاسف بيتضرر. الحق غسالتك او الحق غسالتك، ما تخليهاش توصل للمرحله دي ابدا. لف الحله كده اهو، لو انت شاك ان صوتها عالي هتسمع صوت البلي صافي، طبعا الغساله مطفيه وانت فاتحه الباب. تمام يا جماعه؟ لو شايفين الفيديو ده مفيد وشايفين المعلومات اللي انا قلتها مفيده، تابعونا واعملوا لنا لايك وشير، تابعونا على صفحتنا، وان شاء الله هنوفيكم بكل جديد. واللي عنده غسالته شاكك ان الرمان البيلي بتاعها فيه مشكله او لا،
تابعني على الواتساب على رقم 012 2 4542 034. تمام، وبعت لي فيديو لغسالتك وانت بتعمل الحركه اللي انا بقول لك عليها دي، وانا هرد عليك اقول لك غسالتك كده مظبوطه ومش محتاجه اي شغل، لا، او مثلا وقفها يا فندم عشان كده في مشكله في البيت. لو سمحتوا ما تخلوش المشكله تزيد. ده في مشكله كمان اكتر، ان الغسالات اللي هي موتورها دفع مباشر دي درايف، الميه بتنزل على ملف الموتور مباشره، وهتلاقوني حاطط لكم صوره دلوقتي في جنب الفيديو على منظر الموتور والدي درايف اللي هو دفع مباشر، اللي هو انفرتر بمعنى صح، اللي الميه نازله بصدى على الملفات مباشره. للاسف ده بيكون غالي جدا، وفي الغسالات اللي هي شغاله بكارته المشكله بتزيد وبتغلى والتكلفه بتزيد. ليه؟ لان الميه لما بتنزل على الكهرباء بتعمل شورت، الشورت ده بيرد على الكارت، يبقى انا كده طيرت كارته بارقام عاليه، طيرت موتور، كده كده مضطر برضه اغير بلي واكس، وممكن نخش في حله زي ما انتم شايفين. يعني بمعنى اصح لو انا اهملت رمان البلي انا كده ممكن بضيع الغساله بالكامل، والتكلفه بتزيد قوي قوي لو انت حابب تعملها، او هترميها وتجيب غساله جديده، وانتم عارفين ارقام الغسالات دلوقتي بقت اسعار عامله ازاي. خدوا بالكم من حاجتكم، صينوا غسالاتكم بالصيانه الدوريه مع اي فني انت بتستريح له، علشان تقدر ان انت ما تقعش في المشكله الكبيره دي. تمام؟ نشكركم على المتابعه. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.